السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. تعالوا نطير مع بعض ونشوف أخبار الكرة العالمية والكرة المحلية ومصابين النادي الأهلي بالأخص إيه. أول حاجة هنبدأ بيها وهو الدوري العام. أخبار مصابين النادي الأهلي: أشرف داري هو حاليا جاهز عشان يلعب أي ماتش. طيب بالنسبة للنجم طاهر هو حاليا قدامه أسبوع عشان يرجع للمباريات. أما بالنسبة للنجم الهداف الموهوب الفلسطيني، النجم بتاعنا الهداف وسام أبو علي هو في المرحلة الأخيرة للتأهيل البدني، وهيرجع في خلال أسبوع أو 10 أيام ويكون جاهز لأي مباراة. وسام أبو علي كان اتعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ودي اللي بعدته عن المباريات في الفترة الأخيرة، لكن إن شاء الله في خلال أقل من 10 أيام هيكون جاهز. أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالزمالك بيأكد وبيقول: أنا بنصح زيزو بأكتر من نقطة. أول نقطة بالنسبة لزيزو: لازم تراعي يا كابتن زيزو ظروف الزمالك المالية، يعني ما تغليش في طلباتك. رقم 2: إحنا هنقعد مع اللاعب ووالده لآخر مرة أو للمرة التانية، وبعد المرة ديت خلاص هنعلن للجماهير إيه اللي هيتم بالنسبة للتجديد. لو هو زيزو هيبقى معانا لآخر يوم إحنا باقيين معاه، لكن لو ما كانش هيبقى معانا من حقه إن هو يروح أي نادي تاني لكن خارج مصر. ميدو بينصح زيزو وبيقول له: أنا لو مكانك كنت بقيت ورعيت ظروف الزمالك المادية. كلنا شفنا مباراة الإسماعيلي والزمالك اللي خسر فيها الإسماعيلي 2-0 من الزمالك. نجم الإسماعيلي اتعرض لإصابة وجاله رباط صليبي نتيجة التداخل المشترك مع اللاعب محمود بن تايك المغربي. ربنا يشفيه ويرجع للملاعب إن شاء الله في أسرع وقت. تعالوا نشوف أخبار سريعة كده عن الدوري السعودي. الهلال السعودي بيتعادل مع فريق ضمك، وبكده بيمنح الاتحاد السعودي اللي هو يتصدر الدوري الممتاز هناك في السعودية. الأحداث المهمة كمان في فرق السعودية: الاتفاق السعودي بيفوز على فريق الأخدود بثنائية جميلة. بالنسبة للدوري الإنجليزي: عمر مرموش المدرب مبسوط منه جدا، خصوصا اللي رجع مانشستر سيتي للانتصارات، وكان الفترة اللي فاتت كان فيه اهتزاز جدا وعدم ثقة بين الجماهير وبين المدرب، وكان احتمال كبير ان المدرب يمشي لو خسر اي ماتش. النجم العالمي نجم ريال مدريد امبابي بعد تعادل فريق وريال مدريد مع اتلتيكو مدريد 1-1 وهو اللي سجل هدف التعادل، بيقول: انتظروا ريال مدريد قادم. بيقول: احنا كنا نتمنى رد فعل احسن من كده في ماتش اتلتيكو مدريد، لكن احب اقول لكم ان ريال مدريد قادم الفترة اللي جاية، خصوصا ان احنا مرينا بظروف صعبة لكن احنا جايين اكتر واكتر. النجم الكبير الموهوب امبابي تم اختياره احسن لاعب في الدوري الاسباني في شهر يناير. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.